بائع الأضاحي، من حقك تبيع، من حقك تربح، هذه حياتك معيشتك ما كاش إشكال. لكن نذكرك بحاجة فقط، نذكرك بشيء مهم جدا، أنك أنت قد تكون سبب في نشر شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وقد تكون سبب في منعها. كاين بزاف ناس ما راحش يضحيوا هذا العام بسبب جشع وطمع وعدم الخوف من الله من بعض الناس. أخي الكريم، كبش 8 ملايين تشوفوا ما نقول لك والو، هذا يسوى 8 ملايين، هذا واش نقول لك، هذا قد ما تقول لي التكاليف، فأنا مانيش نحاسب فيك لأنه ماشي الاختصاص تاعي، بصح نقول لك تعلم، اربح معليش، بصح تعلم شيء واحد، أنك تتعامل مع الله، أنك تتعامل مع الله. ويا ويح من كان سببا في تعطيل شعيرة من شعائر الإسلام. عبد بلي الأضحية من أعظم شعائر الإسلام، بسببها ربي جعل يوم ذبح الأضاحي أعظم الأيام عند الله. علاش؟ لأنه اليوم يوم العيد يوم تذبح فيه الأضاحي، ربي جعله أعظم الأيام. قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، اليوم اللي بعده، هذه أعظم الأيام بسبب الأضاحي التي تذبح. ومن بعد تجي انت تمنع شريحة عظيمة جدا من الناس ما يذبحوش بسبب الجشع والطمع اللي راهو فيه البعض ماشي كامل. فأنا نقول لك اتق الله، نخليك بينك وبين ضميرك وبينك وبين الله عز وجل، تاجر وربح ما كاش مشكل، بصح ديرها كذلك تجارة مع العباد، وديرها تجارة مع الله رب العباد.